السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل محشي. معايا معلقتين من السمنة، كنت من الزيت، اسفة. كنت نزلت بالدهنة كده بس ما كنتش بشرتها بصراحة، رجعت بشرتها. احلى ما اني انزل بها ايه قطع كده صغيرة بتدوب بسرعة في الزيت. ومعايا بقى بصل وفلفل متقطع فرماه على بعض كده. تخريط ناعم زي ما تحبي انت تخريط البصل ده. يا دوبك حته الدهنه ساحت معايا كده، وانزل بالبصل على طول واقلب بقى. بصراحه هي الماده الدهنيه مش كتير، ده معلقتين زيت، مش ياما، خصوصا ان المحشي بيبقى يعني بيحب ان هو يكون سمين شويه. بس طبعا عشان راعي ان الزيت والسمنه غاليين ومش موجودين اصلا. هنا كنت حاطه جنب الحله الكبيره وحطيت فيها ميه، وكنت بغلي الكاتل علشان ايه؟ احط ميه تغلب معايا بسرعه يعني. وهنا كانت البصله بتاعتي اصفرت بس كده دبلت. هنزل عليها بشفشق الطماطم، وطبعا خلطه فيه التوم بتاعي. بحط التوم كده في الطماطم واخلطها عادي في الخلاط. وطبعا على ما الطماطم بتاعتي بتستوي بتكون الميه غلت، بكون انا سلقت الكرنب يعني خلاص. وهنزلت عليها بمعلقتين من الخل. ايه، هركن بقى الصلصه خالص تستوي براحتها، وهتضير على الكرنبايه بتاعتي. كنت قورتها وجهزتها كده اهيت، وهحطها بقى ايه في الميه كده والفها لفتين. يعني بالكتير خالص 3 دقايق او 4 دقايق على الناحيه بتاعت الجذور ديت، يعني عشان تتاكدي ان هي استوت حلو. واقوم قلبها بقى ايه كده، واملى افضل اغطسها كده علشان تتملى ميه، علشان الورق بتاعها يستوي من جوه. انا بقى بطلع من الميه السخنه كده على الميه الساقعه، بحيث ان انا الكرنب ذات نفسه يتغسل معايا. على الاقل وانت بتاكلي كده تبقي تاكلي بنفس، وتبقى الخضار بتاعك مغسول ونضيف وياك. بطلعه كده. طبعا انت لو حابه تحطي تحت الحوض على طول حطي. انا غيرت الميه مرتين لانها بتسخن على طول بصراحه. وكنت غيرتها في المرحله ديت، ودول طلعتها مره واحده كده، كنت كل شويه اطلع ورقه ورقه. وقمت حطاهم كده مره واحده في الميه كده ومغطساهم. وطبعا الورق الازرق بقى حطيته في الحله كده، بطفي الميه عادي بقى خلاص. وبتني الصينيه بتاعتي كده علشان الكرنب بتاعي يصفي الميه بتاعته. وكنت غسلت الحله بتاعتي وركنتها. ورحت ابص على الصلصه بتاعتي لقيتها استوت، وبسم الله ما شاء الله. يعني حاجه بسيطه كده على مغسل الرز وخرط الخضره هتكون استوت معايا. هاجي هنا بقى ايه؟ اخرط الكرنب بتاعي. طبعا كلنا شطار وبنعرف نخرط الكرنب ونقطعه. بس انا قلت ايه اما اعمل ورقه كده لحبايب الحلوين اللي هم لسه بادئين يتعلموا كده يخشوا المطبخ. بتخرطي عادي خالص بالجدور كده، او زي ما تحبي على بلانش على اي حاجه، وتخرطي زي ما بنشوف كده وهم بيحطوها على الرخامه. بس بصراحه انا بخرط على ايدي كده. عايزه تقطعي بقى بعد ما تخرطي الورق كله، تقومي قاعده مقطعاه براحتك كده على قد لفه الصوبع. يعني تقطعي الورقه بورقتها كده على قد لفه الصوبع. بصراحه لما بتعملي الحركه ديت ما بتاخديش وقت في اللف، في ثواني بتلفي لان الورق متقطع جاهز على قد الصوبع. بس بصراحه انا قطعت بس الورقتين اللي انت شفتهم دولت، وقطعت بقيه الورق لان بنتي معايا انا، هي هتقعد تقطع لي وانا الف. برضو ما بياخدش وقت حاجه. ركنت الورق بتاعي كده على البوتاجاز، وبصيت تاني على الصلصة. وقلت اجيب بقى ايه الخضرة بتاعتي، كانت في التلاجة بقالها يومين 3 في التلاجة. عايزة اوريكم انا بعمل خضرتي ازاي اهي. عندي مثلا الفلاين البيضة الداخلية ديت لما بتقدم وتتقطع ما برميهاش وبستغلها. بحط شايفين الخضرة كان لها 3 4 ايام في التلاجة نظيفة خالص ما فيهاش اي حاجة. هاخد منها الكمية اللي انا عايزاها ارجع الكمية التاني في التلاجة، بتغيب معايا بالاسبوع وبال10 ايام كمان. لانها ما بتتعرضش لمية ولا تعرق ولا اي حاجة، علشان كده الخضرة بتفضل ناشفة ونظيفة معايا. هجيب بقى مقص علشان اخرطها صغير ناعم، او زي ما تحبي. انا بخرط بالكازلك وبالمقص الاتنين بصراحة. بس لما بكون مستعجلة بخرط بالمقص في ثواني كده، يعني ما بياخدش وقت. تخريط بالمقص بسرعة. بتخرطي بسرعة كده وبيجيب معاكي من اولها لاخرها. خلاص كنت خلصت الخضرة بتاعتي تخريط، وبدأت بقى ايه اجيب خلصت الخضرة اهوت. هجيب بقى التوابل بتاعتي، معايا فلفل اسمر والسبع بهارات وكمون وكزبرة ناشفة، ودي شطة مفرومة.
وطبعا هحط برضو شويه من الملح. انا ما كنتش حطيت الملح مع في الطبق، بس انا حطيتهم على الصلصه. هنا كنت غسلت الرز بتاعي ولخبطت عليه الخضره مع معلقتين من الزيت وغلفتهم حلو كده. طبعا دي طريقتي في عمايل المحشي، ما بغيرهاش. عملنا كام فيديو عن المحشي وهي دي نفس الطريقه، مفيش جديد. هغلف بقى الرز معايا هنا في الصلصه، دوبهم حلو. هقلب كده براحتي على النار، حبه على النار، حبه ما تنزلي من على النار وتقلبي عادي، ادم الصلصه معاكي مستويه حلو، ما تقلقيش. جبت بقى هنا البرام بتاعي. بصراحه انا بعمل يا في برام يا في صينيه، ما بعملش خالص في الحله بتاعتي. جبت البرام وحطيت فيه ورقه كده من الكرنب، الورق الازرق، وبدات ايه، قلت لبنتي تعالي بقى ايه قطعي لي. قطعت لي شويه كده، ولما بدات عشان افتح التليفون يصور، قالت لي بس على ما تلف الورقتين دول. عايزه اقول لكم ان انا لفيته وانا واقفه كده، ما خدش حاجه. وانا واقفه كده البرام ما خدش ثواني والله بصحيح. بس يعني ايه، عشان بنتي بتقطع لي ورق. انت بقى حسب الصبع، حابه يكون رفيع سمي. انا بصراحه بحب الصبع يكون مليان شويه، علشان ما احسش ان انا باكل كرنب وخلاص، لا لازم يكون في حشوه كده. بدات بقى ايه، بدات بنتي قطعت لي برضو كمان شويه اهو. بصراحه يعني المحشي في الفرن بيفضل معاكي الصوبع بصبعه وما بيفكش معاكي، وبعدين ما بيتهريش زي الحله، بتفرق جدا. كنت خلاص لفيت البرام بتاعي كله اهوت وما ركنتوش بقى. انا كنت خلصت على طول، يا دوبك غسلت ايدي ولميت بقى ايه الرز والكرنب والورق اللي كان فايض، وكان عندي شويه شوربه سخنين سخنتهم ونزلت على البرام بتاعي كده. وبحط طبعا المحشي اللي على البوتاجاز بيتحط شربته على مرتين، لكن اللي بيبقى في الفرن بيتحط مره واحده، او حابه تحط مرتين براحتك. انا حطيت كده وهشبب بقى ايه عشان انزل الشوربه بتحت تحت في البرام. لازم أنا اجيب الكازلك كده وايه وافزز شويه الصوابع، علشان ايه الشوربه اتاكد ان الشوربه نزلت تحت. هنا خلاص كنت اتاكدت انها نزلت تحت بس من النص، عشان المحشي ما يبقاش طري من النص بعد ما تخلصيه طياب. لا هو كده بقى ايه، خلاص انا اتاكدت ان الميه كلها ولا الشوربه نزلت تحت، والمحشي بتاعي هيستوي هيبقى مية مية. وادخله بقى الفرن. وده كده بعد ما طلع من الفرن. على فكره عايزه اقول لكم ان وشه احمر كده بدون ما اكشف عليه، بدون السلفان ما تتكشف من عليه، وشه بيحمر لوحده. خد قد ايه، اخد ساعتين في الفرن، والمفروض كان يبقوا ساعتين وربع كده ولا حاجه. بس انا اول ما طفيت عليه طلعته على طول عشان يلحق ايه يبرد شويه عشان الاولاد يعرفوا ياكلوا منه. هنا قلبت البرام بس سيبته يقوم يعني تقريبا 10 دقايق كده علشان يسيب من البرام. شايفين البرام طالع معاكم اهوت نضيف وحلو. هشيل بقى ايه الورق الازرق ده اللي بيساعد لي ان الكرنب بتاعي والمحشي بتاعي ما ينحرقش مني وما يتهدرش، ويفضل الرصه بتاعتي زي ما هي كده، زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني كان طعمه سكر. يا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.